السلام عليكم خاوتي، تحية للجميع وتحية لكل أبناء الشعب الجزائري. نحب نتكلموا على موضوع مهم، لأنه الناس اللي راهي تدعي الآن للحراك وتتبجح بالحراك وتدعي الناس باش يخرجوا في الحراك هذا. نوري لكم، نطرقوا لواحد الفيديو، واحد الشخص اللي كانوا يسميوه بشاعر الحراك وغيرها، من اسمه محمد تجنيد ولا مش عارف، المهم اللي مسك 6 أشهر كدا وطلقوه وباش تشوفوا الناس وين وصلت لدرجة الانحطاط. وهاد الأمثال هادو ما كناش حنا نسمعوا بهم في الحراك، وما كناش حابين نشوفوهم أصلا يدخلوا للحراك. لماذا؟ لأنه الناس حابين الفوضى أصلا، فاهم؟ وهما هادو الناس يعتبروا ضحايا غسل دماغ من طرف هذه الحركات الموجودة الآن في الجزائر، حركة رشاد هذه وحركة التيار الفرنكو بارباري هذو اللي متحدين بين حركة حماس، حركة رشاد وحركة التيار الفرنكو بارباري، هذو متحدين باش يدمروا الجزائر بكل صراحة. هذا هو الهدف ديالهم، وحابين يا اما نحكموا احنا يا اما الخراب، كما كان في عهد بوتفليقه، نفس الاسلوب ونفس الخطابات اللي رانا نسمعوا فيها الان. نخليكم تستمعوا لهذا الشخص شويه وباش تعرفوا المستوى اللي وصلنا اليه، وهذا هو اللي صبح الان الحراك في الجزائر. تحت التحقيق تاع المخابرات 5 ايام جاوني سونط تاع هكذايا. ماشي الذكرى، ماشي الفاندو نخرجوا الذكرى، ماشي بردونا بالذكرى زعما لو فاندو خرجنا عيطنا تبوا لهم الزور جابوا العسكر ونجوا ندخلوا للدار. لا لا، هذه دوك ندخلوا في مرحله الثوره. هكذا خاوتي، حاب نقول ماناش حابسين، فري ماناش حابسين. لو 22 23 24 ماناش حابسين. و 22 كاين تعبئه شعبيه كبيره في العاصمه خاوتي. ولاد العاصمه يقدر يجيب خوه يشوف، ما كاينش يبان برا خاوتي. كيما في خراطه داروا لنا، كيما داروا كاع الولايات في خراطه 48 ولايه جات الخراطه، ما كاينش اللي يبات برا. كيف لازم العاصمه، ما كاينش، ما تريسكوناش بالناس، ما كاينش اللي يبات لي برا هنايا. ولا يحكم ويعطي اوامر ومش عارف واشياء وغيرها وغيرها. هذو البارح كانوا في الحراك ما عندهمش ميبا، راكم شفتوا. ولاو باش تشوف بالقوة هذه، قوة هذه التيارات هذه اللي يدعم فيهم من الخارج وترسل لهم حتى الأموال هذا الشخص. وزيد في نفس الوقت الشيء اللي ما شاهدتوش وانتبهوا ليه، لأنه يتكلم تحت مفعول مخدرات، باش تعرفوا باللي الهلوسة، حبوب الهلوسة هذه اللي هم يتكلموا بها هذا بس ما كاينش يبات لي برا. هكذا حاجه ديال سكان العاصمه والنشطاء تاع العاصمه، هذه كيما نقولوا هذه لازم، هذه لازم، هذا واجبنا، هذا واجب، ماشي هذا واجب علينا لازم. هكذا خاوتي كيفاش شفنا التنظيم تاع خراطه كيفاه، وما كاينش اللي يبات برا، والناس كيما نقولوا منظمه بيناتها، كيما نقولوا ما كاينش اللي يبات برا. كيف العاصمه لازم دوك هنا كونوا كيما نقولوا كونوا قد المسؤوليه. هكذا خاوتي وماناش حابسين. ودون نجي نهضر على واحد، شتو عينيه كيش خارجين ويلمعوا، تعرفوا بلي تحت تأثير المخدرات او يتكلم هذا الانسان. وهذا بفضل الاموال هذيك اللي هم يرسلوها له، وهذا ما هو شخص الا قاعدين يستغلوا فيه الحركه هذه. ومن الاحسن ننصح الاهالي ديالو انه يحذروه وينصحوه، لانه ما راهو عارف اي شيء، مسكين وزادم هكاك ويروح في شكاره مقطعه هذا الانسان، وما يبكي عليه اي واحد الا امه. وانا نقول ننصحكم بكل صراحه، اللي يعرف اهله احسن ينصح اهله شويه يربيه، لانه ما حتى من خلال كلامه واسلوبه باين عليه انه ماهوش متربي، رغم انه طلعوا له شانه في الحراك ونفخوا فيه كثير. هذا هو اسلوب حركات تصطاد اشخاص يكونوا في الساحه، يكونوا في الحراك او في الساحه السياسيه، تختارهم، تشوف الناس شباب يعرفوا يتكلموا او انه يعرفوا يجيبوا اشعار وغيرها غيرها، تخطفهم وتستغلهم وتخدمهم المنفعه ديالها. حذاري يا ناس، وحذاري، حذروا الشباب الجزائري انه ما يروحش يرميوها على راسه بكل صراحه. هذه هي حركة رشاد واش راهي تقوم، واش يقوموا أيضا حركة الفرنكو بارباري هذو نفس الشيء. وهذو حركتين كما قلت لكم متحدين ضد
خلاها. هذا وش يحوسوا في الجزائر. احنا قلنا ما فيش حراك يا إخوان، احنا أيضا كنا ندعيو للحراك وخروج الناس من قبل. أما الآن في الفترة هذه احنا نعتذر عن أن نقول أو ننصح الشعب الجزائري باش يخرج للساحة الآن، ولأنه الوضع مش نكثر أنه نقول مؤامرات ومؤامرات، والوضع حقيقة وضع الجزائر الداخلي ما يسمحلناش، والوضع الخارجي رانا كنا عارفين المشاكل والأعداء اللي عندنا. إذا خذوا الحذر يا ناس، خذوا الحذر وما تسمعوش للناس من هبة ودبة يجي يقلي عليكم أو يجي يغني لكم بما يسمى الخروج. هذا يوم 22. هذه نصيحة من عندي، نخليه الأمر يعدي أو نعديه الفرصة على الأعداء هذه، ومنها أنه رانا نشوفوا ونتابعوا أنه السلطة هذه وين يداير الجزائر. أنا نتابعه، إذا ما عجبناش الحال نتحد في يوم معين ونحدد يوم معين ونخرج فيه، شرط أنه يكون الوضع الأمني في الجزائر لاباس به، وحتى الوضع الاقتصادي يكون شوية مرتاح، مش كما نشوف الجزائر في أزمة اقتصادية والوباء هذا اللي مازال موجود وغيرها من المشاكل الموجودة الآن في الساحة. ما لازمش نغامر بالجزائر ونغامر بالشعب الجزائري يا ناس. ما الناس هذو اللي راهم يحرضوا من وراء البحار حابين فقط سلطة لا أكثر ولا أقل، على هذه قاعدين يحرضوا ومصلحتهم فقط واضحة وباينة، يحوسوا كلهم على المناصب ويحوسوا كلهم على السلطة. إذن حذاري يا شعب أنك تبع ناس وتبع أبواق هادو تاع اللي راهم في الخارج ويدعيوا بالشعب الجزائري أن يخرج. حذاري ثم حذاري. خليكم تكتملوا شوية تسمعوا هذا الفيديو. دي سوجي برك واحد لي بوان برك هكذايا تاع خروج معتقلين هذيك تاع بلا مزيد تكتبون ماشي انت كيف حبيت نفهم عفسه كيف ما كاش معتقلين الحراك بصح عفوا المعتقلين الحراك كيف حب يقول انتم تناقضوا. انا ما نقولش تناقضوا ولا انا ماشي سياسي تناقضوا ولا تنحاو كاع انايا من الاخر انا ماشي كاع مستعرف بكم كدوله ماشي مستعرف بكم خاطر ما عندناش دوله عندنا لا مافيا باش نفهموا خوتي. انا فاش نورمال ما نتسيس معكم انا ماشي رجل سياسي ولا باش نتسيس مع الناس ولا نهضر من الاخر كيما نقولوا واش كاين نجبد كيما نقول حبي يقول تبو مزور فري كيما نقول المناوره تاعك فري فاشله هكذا المناوره تاعك فري فاشله زعما. وتانيك باش تلاحظوا انه شكون اللي ينشر لهم هذا ديجا هذا شكون ناشروا الفيديو نشرته ما يسمى اظن امير هذا بوطيس هو ناشر هذا الفيديو هذا. وتانيك فيه صفحة في الفيسبوك ما يسمى بالابناء الغربة ولا اولاد الغربة وهذا كلهم صحف مشبوهة ما تقدرش تعرف شكون اللي يدير هذه الصحف. هذا حذاري كثير من صحف هما اللي ينشروا لهذ الناس باش ينفخوهم وباش يحسبوا روحهم هاد الاشخاص انهم ابطال وانهم زعماء وانهم كذا باش يرميوهم على راسهم تجيهم ساهله. هذاكم شفتوا كي الشعله فيه النار. حنا هادو الناس كنا من البدايه ما ندعيو ما نحتاجوهمش الا باش يجوا باش يخلقوا لنا الفوضى في الحراك وكذا هادو ما نحتاجوهمش من البدايه كنا ندعيو لهذا الشيء هذا. وهذا بهذه الهستيريا وهذه كذا هذه اللي تلحق للعنف وهذه اللي تلحق لامور تسليح. وحذاري هذا امر واضح. هذو الناس يقدروا غدوه يسلحوهم ويديروا اعمال ارهابيه يسهل لهم ديجا خلاص هذا مغسول الدماغ سهل عليهم اعطيله السلاح وامره وين يروح ينفذ. باينين واضحين من البدايه بداو يغسلوا لهم في دماغهم ويخدموا بيهم هاكم شفتوا واش جات النتيجه. امثال هذو احنا هذو في بدايه الحراك كنا نقولوا ما نحتاجوش ناس تحب تخلق لنا العنف بالمظاهرات او التحريق او تكسير او غير ذلك. هادو الناس كيفاش تحبوا يدخل هذا في الحراك هذا يقدر يتبلى شرطي يقدر يتبلى دركي يقدر يشتبك مع شرطي وتندلع اعمال العنف بكل سهولة. إذن حذاري من هذو الناس بكل صراحة نقولها لكم. وهذه ما حركة رشاد هذه اللي راكم تعرفوا شكون وراء هذا زيطوط
وكم عارفين هادو زيطوط اصلا ما ولا واحد كان يسمع به، ولا واحد كان يسمع به. امتى؟ ملي هرب من ليبيا، ويهرب جاب اموال هربها من ليبيا جابها لبريطانيا، وفتح ما يسمى القناة رشاد، وفتح ايضا اسس جمعية رشاد، وعمل محلات في لندن وغيرها غيرها. الان بدا يتقرب للاخوان، هو بعيد كل البعد عن الاخوان المسلمين، مش عارف، حب يربط هذه الحركه رشاد، حب يربطها مع التيار الاخواني. لماذا؟ ما فهمناش احنا. بدا يتقرب للمصريين وبدا يتقرب للقطريين، حتى انه المخابرات القطريه اللي كانت انه جاعله الجزائر في الواجهه وحابه تخلق فيها ما يسمى بالربيع العربي، استدعته للقناه. انذاك كانت استدعات رياض، هذا تونسي، رياض الصيداوي اظن، استدعاته القناة الجزيرة باش يطعن ويهاجم الجيش الجزائري، رفض. موراه شكون جابوا هذا زيطوط، هذا بدا يشن هجوم على الجيش الجزائري وبدا. وما ممكن كلامه اللي كان يتكلم على الجنرالات صحيح، في اشياء صحيحه فاهم، وفعلا خربوا البلد وكذا وعمدوا، ولكن هذه كلمه الحق هذه هما ارادوا بها باطل، حابين فقط ضرب مؤسسه الجيش الجزائري وضرب الجزائر. هذا واش كانت حابه المخابرات القطريه. وهو موراكم شفتوا بعد ما ظهر هذا اردوغان وبدا انضم تحت اللواء تاع اردوغان، ولا يأيد في اردوغان وغيرها. ولما يتكلم، حتى لما التحليل تاعو مثلا اذا حلل شيء دائما يربطوا على الفكر الاخوان المسلمين، كأنه كل شيء مربوط بالفكر الاخوان المسلمين فيما يخص السيسي ولا اي في ليبيا وغيرها من الاشياء. واللي كانوا يعملوها الاخوان ايضا كانوا يأيدوا الناتو يضرب ليبيا، ويأيد ايضا الناتو باش يضرب ليبيا. الاخوان المسلمين كانوا ضد بشار الاسد وهاجموا بشار الاسد وسلحوا ايضا وغيره، هو ايضا جا ضد النظام في سوريا، يتبع بالاخوان المسلمين. ما عندوش هو اصلا، ما عنده فكر، ماهوش فكر تاع اخوان المسلمين، قاعد يتبع برك ويتغطى بهم. يا ريت انه عنده مثلا ايديولوجيه معينه تاعو يتبعها ويخدم عليها، لا، هو مجرد اردوغان مجرد اخواني حقير، صغير حقير، ما عنده حتى قيمه في وسط الاخوان المسلمين بكل صراحه. امام الكبار اللي موجودين في مصر ما عنده حتى قيمه. هذه الحقيقه اللي الواضحه في الاتجاهات ديالو، واتجاهات هذه حركه رشاد هذه. اذا انتبهوا يا شعب الجزائر، وبالك يغركم هذا الناس وتنساقوا من وراءهم. حذاري. الامر واضح، وقلنا مرارا ان ماهوش وقت الخروج الان، لانه وضع الجزائر سواء داخليا او خارجيا ماهوش مستقر. نفوت الفرصة. نفس الشيء لما جاء الربيع العربي ما حبيناش نخرج، ودعينا الناس انه ما يخرجوش في الربيع العربي، ونفوتوا الفرصة على الاعداء. نفس الشيء فوتنا الفرصة على الاعداء، وجات بعد ما استقرت الجزائر وما فيش مشاكل وغيرها ولحقت انه النظام لحق لدرجة فساد كبير في الجزائر وخرب الجزائر. حان الوقت ان الشعب الجزائر، وحان الوقت للدعاة ان يدعيوا باش يخرج الشعب الجزائري. واللي هذاك هو اللي وقع، انه بدينا ندعيوا بانه الشعب الجزائري يخرج، وفعلا خارج والحمد لله. اسقط العهدة الخامسة هذيك. هذا هو لانه حتى خروج الشعب الجزائري كان عبارة عن صدفة، راهو ماهوش كانوا موجدين له الاخوان هذو حركة رشاد ولا غيرهم، هذو فقط لما شافوا الحراك دخلوا تسللوا وندسوا في وسطه وحبوا يركبوا الحراك. وكم شفتوهم كلكم، والفيديوهات اللي كانوا ينشروا فيها ويحبوا يقودوا درع الحراك هذا، ولاو كأنهم أوصياء على الحراك هذا، وكأنهم هم الموجهين لهذا الحراك. تدخل سافر، وهذا التدخل هذا هو اللي يهلك. لأنه خليه الشعب وحده يختار وش يحب الشعب.
خليوه يا إما يواصل الحراك أو يتوقف على الحراك، هو حر بدون تحريض، بدون ما نحرض الشعب واش يعمل. خليوه هو مرتاح، هو اللي عايش الداخل، وهو اللي يعرف الأوضاع ديالو، أهل مكة أدرى بشعابها، هو اللي يقرر واش يدير، مش بالإملاءات ديالكم ومش بالتحريض ديالكم اللي حابين تديو هذا الشعب فقط للهاوية وتدخلوه في حرب أهلية، وبعدين تجوا أنتم عن طريق الدبابات كما شفناهم في ليبيا واش داروا. ومواقف هذا الإنسان هذا زيطوط بكل صراحة مواقفه، شنو مواقفه؟ هي باينة، مواقفه أيد في برنارد ليبي معروف، كان يدافع عليه، هو نفسه كان يدافع عليه، وكان يدافع على ضرب ليبيا وتدخل ليبيا عن طريق الناتو، كان يدعو للي ويزيد يبرر مواقفه أنه هادو ناس كانوا في الوحل، وإذا مدلهم اليهودي يد عادي وهذا أمر كذا، ومن بعد يا أخي كلام فارغ، اليهودي يمدلك يد بكل صراحة. خباء باش تشوف باللي هادو الناس همهم أنهم يوصلوا للفكرة ديالهم فقط، يوصلوا المصلحة اللي قاعدين مكرسين حياتهم طول وعرض من أجلها، أنه يتولاو زمام الأمور في الجزائر. هذا وش يحوسوا هاد الناس هذا، وهذا مو من المستحيلات السبع باش يكون يعلم هذا زيطون، وغيره أيضا من المستحيلات السبع. والتيار الفرنكوفوني هذا الفرنكو بارباريان أو متحد الآن، متحدين اثنين وما يقضيوا أي شيء، يتحدوا ولا ما يتحدوش راهم ما يقضيوا أي شيء. هما أيضا حابين أيضا حتى في الجزائر فيه التيار العلماني أيضا دائما يحبوا ينسقوا معاه، وفيه تيار إسلامي أيضا يحبوا يجبدوا شخصيات إسلامية ليهم، وغيرها قاعدين يخدموا على كل الأصعدة. المهم أنهم باش يحققوا المصلحة ديالهم، ما هيش مصلحة الشعب. حتى خروج الآن، خروج هذا ما يسمى الآن راكم تقولوا الحراك الآن، ماهوش فائدة الشعب الجزائري، ماهوش إلا تعطيل المصالح. احنا ديجا مرينا بهذا ما يسمى كورونا، هذا الأزمة اللي وقعت في الجزائر، الوباء هذا اللي ضرب الجزائر وضرب العالم كله، وكم شفتوا الاقتصاد العالمي كله نزل تقريبا 80% هبط. إذن بما فيهم الجزائر أيضا تقاست، والشعب الجزائري تقاس. إذن ما تجيش أنت الآن باش تحييلوا ما يسمى بالحراك وتزيد تعطل له أمور في الساحة، فاهم؟ هذا خلق العرقلة. أنت عايش في بريطانيا ولا عايش في فرنسا، أمورك مرتاح وغيرها وغيرها، ما تحوش الناس، ما يعبكش بالفقراء اللي هم يعانيوا في الجزائر باش تزيد تخلق لهم مشاكل وعرقلة وغيرها وغيرها بما يسمى هذا الحراك الآن. باش تعرفوا هذو الناس ما عندهم حتى أهمية للجزائر، وحتى أيضا ما عندهم أدنى رحمة على الشعب الجزائري، ما يهمهمش. وتلقاهم يتكلموا ويتحدثوا كأنهم زعما أنهم يدافعوا عن الشعب الجزائري وغيره وغيره. فيما يخص قضية الجيش الجزائري، وأنا عملت فيديو قبلها هذه وتحدث، هاو وزارة الدفاع قيادة الأركان في الجيش الجزائري خرج بيان بأنه هذه كلها كذب في كذب، ما هيش الجزائر باش تشارك بالجيش تاعها مع فرنسا. شفتوا الكذب؟ بقيتوا تغلي وتغلي وتغلي وتنشروا وتتكلموا في الفراغ، وفي النهاية ما فيش، هذه كذبة فقط. حتى أنا كنت موافق وقلتها لكم في الفيديو اللي سبق، موافق أن الجزائر تنضم منظمات دولية لحماية السلم وغيرها من الأشياء، أما تبتعد فقط. أنا نحب الجزائر تبتعد عن الجيران، دول الجيران، وتبتعد أيضا عن الدول العربية، ما تدخلش في القضايا هذه. أما دول أخرى في آسيا أو في إفريقيا أو في أمريكا الجنوبية وغيرها وين تكون منظمات حفظ السلام والأمن، معليش الجزائر تتشارك فيها، ما يهمش، خبرة للجيش الجزائري ديالنا، ما راناش ضد هذه الفكرة هذه احنا. أما دول الجوار مالي، نيجر، دول اللي تكون فيها مضطربة مثلا ليبيا وغيرها، لا داعي للجزائري والجندي الجزائري باش يدخل الأراضي، خطينا من المشكلة هذا منهم. وحتى الدول العربية بصفة عامة كلها
هذا ونجتنب هذا الشيء هذا، وانتهى الأمر. لا داعي أنكم تكذبوا علينا وتجوا فقط، أنتم فقط تحبوا التحريض ضد الجزائر وضد بالأخص ضد الجيش الجزائري في القضية هذه. هذا واش تحوسوا؟ علاش ما فهمتش انا وين واصلين؟ حتى الفيديوهات تاعهم كلها نيجاتيف، ما فيش حاجه مهمه وما فيش حاجه مليحه ايجابيه تفرح ولا شيء، الا التعاسه من الفيديوهات تاعهم. كلامهم كله اعوذ بالله، كلامهم كله تعاسه. انا قلت لكم فيديو سبق اللي فات، ما نسمع لهمش هاد الناس هذا، يقعدوا غير هما يغيطوا في الارض هذه. والله ماني سامع بيكم، كي هذا زيطوط، كي امير بوطيس، كي غاني مادي، كي واسمو هذاك عبوده، هشام عبوده وغيرهم. فيه ناس كثير ابواق، ونصهم تابع لتركيا كما قلت لكم، ونصهم تابع لقطر، ونصهم تابع المخزن ايضا. كفانا ايضا، احنا ما تحشيوهاش للشعب الجزائري، ونقولها لكم ونعاودها لكم، لا داعي باش تحشيوها للشعب الجزائري. وباذن الله ان شاء الله الشعب الجزائري ما يخرجش يوم 22. بينوا لهم يا شعب بانك حر، تخرج امتى تحب وتقعد في دارك امتى تحب. بينوا لهم بانه ما يتحكم فيكم اي واحد، احرار. هذه هي الحريه، هذه هي الحريه الحقيقيه. الشعب لازم يكون حر، ما يسمعش لهاد الناس وهاد الابواق. هذه هي الحقيقه، وهذه هي الحريه، وهذه هي الديمقراطيه. اما اذا فهمتم الديمقراطيه بشيء اخر او الحريه بشيء اخر فانتم كذابين، فانتم دجالين باش نقولها لكم. الشعب هو الحر وهو السيد، يخرج امتى يحب ويقعد امتى يحب. ان شاء الله الشعب الجزائري يبين لكم في 22 فبراير إن شاء الله بإذن الله. وأكتفي بهذا القدر كفاية، وشكرا والسلام عليكم.